الرحيم. يا مرحب بيكم، أهلا وسهلا في تسجيل جديد من أسوان. سوان سونو. شوف التمساح. تمساح طالع من النيل. ده نهر النيل، هناك نهر النيل اهو. واحنا فين؟ احنا في القرية النوبية، في القرية النوبية في أسوان، ويعني تقريبا على بعد 7 كيلومتر جنوب أسوان. وهناك اللي هو خزان أسوان، خزان أسوان أو سد أسوان القديم، اللي خططه اللي هو المهندس البريطاني ويليام ويلكوكس. طبعا انتهى التخطيط منه سنة 1936. هو بدأ يعني تخطيطه سنة 1898، وتم انتهاء من بناء خزان أسوان سنة 1936، طبعا ميلادية مش قبل الميلاد. ماشي. قدامنا هناك فيرست كاتاراكت. احنا في نهر النيل في 4 شلال. كاتاراكت يعني الشلال، في 4 شلالات. ده واحد منهم، وكان أصعب واحد على نهر النيل للمراكب الفرعونية. طبعا احنا في أحد البيوت النوبية. طبعا هنا المنظر خطير جميل جدا، وأنا عرضت قبل كده تسجيلات عن القرية النوبية يعني. وبعدين هنا ايه، بص كده حضرتك لما تاجي في القرية النوبية وتشرح من فوق، هنا من فوق السطح، توري الخزان. هنا خزان أسوان اللي فيه تقريبا حوالي 180، عبارة عن بوابة كانت قبل بناء السد العالي كلها شغالة لدخول اللي هو ايه، مرور المية من الجنوب إلى الشمال. طبعا هنا حضرتك بص كده عندنا الإخوة النوبيين. طبعا زي ما انت عارف، نوب يعني جولد، ذهب، الكلمة الفرعونية نوب يعني ذهب. والنوبيين يعني الناس اللي هم عايشين بالقرب من مناجم الذهب. بص كده هم دايما بيحبوا الديكوريشن والالوان ديت. طبعا زي ما عارف حضرتك هنا بالنسبة للمكان دوت، يعني كان يعتبر كمزار سياحي، ومكان جميل انك تعمل رحلة نيلية من اسوان، من المدينة هناك حوالي 7 كيلومتر تقريبا، بالموتور بوت. عشان بالنسبة للسيلينج بوت صعب، لانه هنا الفورتكس بالنسبة للشلالات صعبة سريعة يعني. فانت حضرتك ضروري لو جيت هنا تاجي بالموتور بوت. ماشي. هناك أسوان على امتداد 7 كيلومتر. وإن شاء الله إن شاء الله بدعو جميع اللي هو المتابعين لي على الصفحة، صفحة الفقير لله جمال سعد، لكم جميعا كل التقدير والتحية. وعلى القناة الخاصة على اليوتيوب طبعا مرحب بيكم في أي وقت إن شاء الله تزورونا. وده عبارة عن تمساح محنط عندنا هنا في البيت، في البيت النوبي دوت، حوالي 4 تماسيح لايف، وده واحد محنط حضرتك. فاحنا صورناه في الأول علشان نوري التمساح طالع من النيل. متعكم الله بالصحة والعافية من أسوان.